بسم الله الرحمن الرحيم. نروح المسألة رقم 13. مجموعة أشكال عايز منها مساحة المنطقة المظللة. الشكل الأول عبارة عن مستطيل بداخله مربع دايرتين. طيب عشان أحسب مساحة المنطقة المظللة هنا يبقى أنا هحسب مساحة المستطيل وبعد كده مساحة الدايرتين وأطرحهم من بعض. طيب مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض بالرسم. الطول هنا 18، العرض 8، يبقى نقول له 18 في 8. 8 في 8 64، يبقى معايا 6. 1 في 8 ب8 و6 يبقى 14 سنتيمتر مربع. ده مساحة المستطيل. طيب هحسب مساحة الدايرتين. الدايرتين هنا دايرتين منطبقتين لأن لهم نفس نصف القطر. طيب أنا هحسب مساحة دايرة واحدة أضربها في 2 يطلع لي مساحة الدايرتين. يبقى نقول له مساحة الدائرتان هتساوي مساحة دايرة اللي هي باي نق تربيع وأضرب في 2. طيب باي عندي هنا ب 3.24% في نص القطر هنا كاتب لي على 4، يبقى انا هقول 4 في 4 في 2، يبقى نق تربيع 4 في 4 واضرب في 2. طيب اطلع الناتج ده كله 4 في 4 ب 16، 16 في 2 ب 32، يبقى نضرب 314 في 32. 2 في 4 ب 8، 2 في 1 ب 2، 2 في 3 ب 6، ادي 0، 3 في 4 ب 12، 2 ومعايا 1، 3 في 1 ب 3 و1 4، 3 في 3 ب 9، يبقى هنا 8 4 0 ومعايا 1 ودي 10، واخد انا بعد رقمين، يبقى هنا الناتج هيبقى 100 صحيح و48 سنتيمتر مربع. طيب مساحة الجزء المظلل يبقى يساوي مساحة المستطيل 144 ناقص 148 هنا علامة صفرين، ويبقى هنا عندي 52 علامة و3 4 سنتيمتر مربع. طيب المسألة بعدها بالظبط زيها برضو نفس الفكرة، مديني برضو مستطيل، والمستطيل ده هو عايز جواه دايرة وعايز يحسب مساحة المنطقة المظللة. بنفس الطريقة برضو هحسب مساحة المستطيل الطول في العرض 20 في 14 واطلع الناتج، وبعد كده هحسب مساحة الدايرة باي نق تربيع. طيب نص القطر هنا عبارة عن ده كده، ده القطر بتاعي، ده القطر، وهتلاقيه هو نفسه ال 14 دي. يبقى لما اجي احل هقول له مساحة المستطيل، مساحة المستطيل دي المسألة معايا اهو الرسمة اهي. مساحة المستطيل هتساوي برضه الطول في العرض 20 في 14، حط الصفر، 2 في 4 ب 8، 2 في 1 ب 2 سنتيمتر مربع. بعد كده مساحة الدائرة برضه هتساوي باي نق تربيع، باي هنا ب 22 على 7. طيب نص القطر هنا، القطر كده 14 سم، يبقى نص القطر 7 في 7، 7 تروح مع 7 يطلع لي 154 سنتيمتر مربع. مساحة المنطقة المظللة هتساوي 280 ناقص 154، يبقى 10 ناقص 4 6، هنا 7 ناقص 5 2، وهنا 2 ناقص 1 يديني 1 سنتيمتر مربع. نروح على المسألة اللي بعدها زيها بالظبط بس عبارة عن مربع. المربع دوت مرسوم بداخله دايرة. طيب هو مظلل الأجزاء اللي خارج اللي ما بين المربع والدايرة، ومظلل كمان نص الدايرة. يبقى أنا دلوقتي لما أجي أحل هحسب مساحة المربع وأطرح منه مساحة نص الدايرة. يبقى لما أجي أحل هحسب أنا الأول مساحة المربع. مساحة المربع طول الضلع في نفسه يبقى 20 في 20 يطلع لي 400 سنتيمتر مربع. بعد كده مساحة نص الدايرة أو نص مساحة الدايرة هي يبقى هتساوي مساحة الدايرة باي نق تربيع، بس هقسم على 2 أو أضرب على 2 أو أضرب في نص. باي عندي هنا ب 3.14%. نص القطر هنا برضو القطر هنا هيبقى مساوي للضلع ده، ضلع المربع 20، يبقى برضو القطر بتاعي 20، يبقى نص القطر 10 في 10 وأقسم على 2. طبعا دي يديني 314، لما أضربها في 10 في 10 أنا متحرك رقمين تبقى 314 هقسمها على 2. 3 على 2 فيها 1 بقى 1، 11 على 2 فيها 5 بقى 1، يبقى 14 على 2 فيها 7 سنتيمتر مربع. دي مساحة نص الدايرة. مساحة بقى المنطقة المظللة هتساوي 400 أطرح منها 157، يبقى هنا 3 4 وهنا 3 ناقص 2 3 ناقص 1 2 سنتيمتر مربع. الرسمة اللي بعدها عاملة زي ملعب كرة القدم كده. عايز هنا مساحة الجزء المظلل يعني مساحة الملعب ده كله. طيب أنا هعمل إيه؟ هحسب مساحة المستطيل ومساحة نص الدايرة اللي على اليمين واللي على الشمال يعني مساحة دايرة وأجمعهم على بعض. تلاحظ 3 مسائل اللي فاتوا كنا بنطرح، إنما هنا هجمعها. هجيب الأول مساحة المستطيل الطول في العرض
الطول هنا هو ألف د والعرض هو ألف باء. ألف د اللي هو بقى ج ب20 وألف باء ب10، يبقى 20 في 10 يطلع لي 200 سنتيمتر مربع. بعد كده مساحة الدائرة، بدل ما احسب كل نص لوحده لا هحسب الايه المساحة كلها على بعضها، مساحة الدائرة على بعضها. باي نق تربيع، باي ب3.14 في نق تربيع. طيب فين النق هنا؟ الألف باء هو القطر. طيب الألف باء 10، يبقى أنا نص القطر عندي هنا 5 سنتيمتر، يبقى 314 في 5 في 5، يبقى أضرب 314 25. 5 في 24 صفر معايا 2، 5 في 1 5 و2 7، 5 في 3 15، ده صفر 8، 2 في 1 ب2، 2 في 3 ب6، صفر 5 ومعايا 1 8 7، واخد العلامة بعد رقمين يبقى 78.5 سنتيمتر مربع. أنا عايز بقى مساحة الجزء المظلل، يبقى مساحة الجزء المظلل هيساوي 200 اللي هي مساحة المستطيل زائد 78.5. النص هحطه زي ما هو، و200 زائد 78 ب278 سنتيمتر مربع.